قبل ما يبدا عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا احمد رمضان وانت ما تعرفنيش بلخص انمي. بص انت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف اقوى واجمد ملخصات الانمي. يلا بينا نبدا. روح اشتركوا في قناتي التانية يا ابطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك اقوى ملخصات الانمي وهننزل حاجات كتير الفتره الجايه يا ابطال باذن الله، وانا واثق انها تعجبكم. تبدا القصه بتاعتنا الجديده يا ابطال وبنشوف بنت بتتكلم بتقول كانك كده عاوز تسالني انا مين. طب انا يا سيدي اميس، انا حزين انك بترد عليا وكاننا ما تقبلناش قبل كده. هو معلش برد عليك ازاي؟ هو نايم ولا انا بتهيألي؟ بتقول يا اميس انا مش عارفه اتفاعل مع الواقع لان الاصلاح الذاتي اللي عندي لسه ما اكتملش، عشان كده جبت شخص هيشتغل مرشد ليك بدالي. كان نفسي ادردش معاك اكتر بس يلا بقى اشوفك في وقت تاني. شوف البطل بتاعنا واللي اسمه يوكي وبيقع من السما على شكل نجمه. نشوف بنت جميله جدا ولا ما نعرفش اسمها ايه قاعده وبتبص على السما بتقول الله النجم ده شكله حلو قوي. ونشوف بنت تانية واسمها كورو بيتكلم مع بابا بيقول لها ما ينفعش تفشلي يا بنتي انك تبقى مرشده ووسيطه روحيه لاميس. بترد كورو ما تخافش يا بابا انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اساعد البطل. وبتمشي في الطريق وبتطلع الخريطه وبتقول هو اكيد وقع من السما على التله اللي قدامي دي. يا انا متحمسه قوي عاوز اعرف شكل البطل ده ايه ولازم اظهر قدامه بشكل حلو وجميل. وتبص كورو على الميه وبتقول يا نهار ازرق ده انا قمر يا جدعان. وبتمشي وبتشوف البطل يوكي واقع على الارض. فجأة بتيجي شوية كلاب وبيعضوا فيه وبتزعق كورو يلا يا كلب منك ليه انت هو. وبتروح ليوكي وبتبدأ تغني له نامي يا عصفورة وانا اجيب لك فيل. فجأة بيصحى يوكي وبيقول انا فين؟ ايه الهبل اللي انا بسمعه ده؟ بتقول كورو ايه ده انت صحيت؟ لا لسه نايم. هو بيطمن على عينيه شغالة ولا لا؟ اكيد صحى يعني. انت بتقول ايه؟ انا بعتتني هنا اميس علشان اكون المرشدة بتاعتك واسمه كورو وانا مهمتي ان احميك من الصبح بالليل ومن الظهر للعصر. هتروح يمين هيجي يمين، هتروح شمال هيجي شمال. بص انا من الاخر كده اعتبرني الخدامه بتاعتك، هعمل لك اللي انت عاوزه يا بطل. انا كورو وانت اسمك ايه بقى؟ برد عليها اسمي يوكي. انا مبسوطه اني هكون معاك والله، انت ما تعرفش انا فرحانه قد ايه. بقول لك ايه انا قرات الورق بتاعك وعرفت انك ناسي كتير من ذكرياتك وعارفه انك كمان متلخبط. ما تقلقش انا هنا وهساعدك، عاوزك تطمن على الاخر. شوف عملت لك رز مش عاوز اقول لك طعمه عامل ازاي. دوق كده. بياخد منها الرزايه وبياكلها وبيفرح. وفجاه بيجي كلاب بتوحشها بتقول كورو ليوكي دي فرصه حلوه قوي في الوقت اللي احنا فيه ده علشان تكتسب الخبره وتعيد قوتك الاصليه وما تتغلبش من اي حد. قوم حاربهم وما تخافش، لو حصل لك حاجه انا هلحقك على طول. وروح يوكي وبيحاول يرسم قدامها لكن الكلاب بتكسره وبتضربه وبيخطفوه كمان. يا نهار ازرق على الكسفه. وبتجري كورو وراهم وبتشوف يوكي وبتقول له انت كويس؟ حصل لك حاجه؟ انا اسفه والله انت لسه صاحي ما بقالكش 5 دقايق، ازاي يعني هتحارب كلاب صحيح؟ بيقوم يوكي وبرضه بيحاول يرسم. يا عم اتنيل بقى بوس دماغك. وفجاه بيقع على الارض. شفت اتحركت تاني اهو. وبنشوف البنت الجميله اللي شفناها في الاول وبتغسل وشها في الميه وبتقول انا المفروض اوصل لمدينه لاندو سول بعد يوم. وفجاه بتسمع صوت حد بيزعق ويقول ساعدوني الحقوني يا جدعان. وتروح بتشوف 2 واقعين على الارض وبيقول الواد اللي لابس اصفر انا هموت ما عدتش قادر عيني مش شايف انا اتعميت ولا ايه. والصاحبه بالله عليك ايه ده يا اخويا استحمل بس الحمد لله انت جيتي في الوقت المناسب. صاحبي عنده مرض في عينه لازم ياخد الدواء بتاعه. شايف الكيس اللي هناك ده في الدواء هاتيه بالله عليك وتعالي. بترد البنت حاضر اروح اجيبه على طول اهو. بتروح زي العبيطه وبترجع بتشوفهم بتلاقيهم بيسرقوا السلاح بتاعها يا ولاد الحراميه وبيجري وبتجري وراهم البنت. بتشوف مدينه لاند سولو بيكون يوكي وكورو وصلوا المدينه وبيستغرب يوكي وبيقول ايه الوحوش دي وايه الديل ده؟ بترد كورو بص في العالم ده هتشوف بشر ووحوش والف وشياطين وحاجات تانية غريبه. يعني انا مثلا من الالف. المدينه دي كبيره قوي ده عاصمه استراليا. وبتبص جنبها فجاه مش بتلاقيه وبيكون راح لمحل كريبات. بتقول صاحبه المحل الله اخ واخت امورين اجيب لكم ايه؟ بترد كورو انا مش اخته. بترد صاحبه المحل يبقى اكيد حبيبته صح؟ بيتعصب كورو ولا حبيبته خليكي في شغلك. بتضحك صاحبه المحل انا اسفه ايه نوع الكريب اللي انت عاوزينه؟ بختار يوكي كريب بالشوكولاته وكريب بالفراوله. وبتطلع كورو فلوس وبتديها ليوكي وبياخدها يوكي وبياكلها زي العبيط. بتزعق كورو يا نهار ازرق رجعها رجعها انت بتعمل ايه؟ الفلوس دي مش للاكل. نسيت انك فقدت الذاكره. بص انا افهمك الفلوس دي ممكن تبدلها باي حاجه انت عاوزها من المحلات وكده. يعني مثلا انت عايز تشتري حاجه بتدي لهم الفلوس ويجيبوا لك الحاجه دي فهمت؟ بيرد يوكي ايوه فهمت. ويمشوا بيروحوا يقعدوا في مكان وبتقول كورو الله انا اول مره اكل حاجه حلوه زي كده في حياتي. الفراوله جميله قوي. بتبص على يوكي بتلاقيه بيضحك. بتقول له كورو والله عاش عليك النهارده احنا لازم ندور على مكان علشان نرتاح وننام فيه. وبيروح لصاحب بيت وبتطلب كورو انهم يباتوا هنا. بيرد عليها صاحب البيت انا اسف يا عسوله لازم عشان تباتوا هنا لازم يكون معاك فلوس. هو بيقفل الباب في وشها وبتقول كورو انا اسف انا ما كنتش اعرف ان الايجار غالي قوي كده انا لازم استخدم العصايه اللي جابها لابويا. بيمسكها يوكي وبيضحك معنى الضحكه دي يعني ما تقلقيش. وبيروح المكان
بينام يوكي، وبتقول يوكي ما قالش ليا اي حاجه تزعلني النهارده خالص، رغم ان مرشده فاشله دايما بيضحك ومتقبلنا على طول. البطل ده جدع قوي، انا بكره لازم اعمل اللي اقدر عليه عشان خاطر البطل ده. وفجاه بتسمع صوت كلاب بيخطفوا يوكي، وبتجري كورو وراهم. تاني يوم بيتاسف كورو، بتقول انا والله اسفه، انا كان لازم افضل صاحيه، وفضلنا على كده ممكن ياكلك الكلاب والدياب، علشان كده لازم اعمل حاجه. وانت لو عايز تروح لمكان او عاوز تروح تاكل حاجه روح، على ما اخلص خد الفلوس دي خليها معاك على ما ارجع بالليل ونتقابل في نفس المكان ده، تمام يا يوكي؟ بخاف يوكو بيتوتر، وبتقول كورو له انت خايف تبقى لوحدك ولا الفلوس مش مكفياك؟ انا اسفه والله ده كل اللي معايا، انا هروح وابيع الدهب بتاعي والزينه علشان نجيب فلوس. فجاه بيمسكها وبيقول لها انا فهمت ان الفلوس مهمه قوي. بروح المكان وبتقول كورو انت متاكد انك عاوز تشتغل؟ تيجي بنت اسمها كارين بتشتغل في النقابه، وبتقول لهم محتاجين مساعده او حاجه؟ بتقول كورو انا سمعت انكم محتاجين حد يشتغل. بترد كارين تعالوا معايا اوريكم المهمات. بتوريهم المهمات، وبتقول كارين بصي انا ما انصحكيش خالص بالمهمات دي لو لسه مبتدئ. وبتشوف كورو مهمه وبتقول يا نهار ازرق ايه المهمه دي؟ هنحارب تنين؟ لا ما ينفعش خالص المهمه دي. بتقول كارين خلاص في مهمه حلوه قوي، مهمه تحصيل لمبتدئ زي البطل ده، هتجمع الفطور اللي بتطلع في انقاض غادو الاثريه. المهمه دي سهله ومش خطيره، موافقين؟ برد عليها طبعا موافقين. نرجع للبنت اللي سرق منها السيف بتاعها، وبتكون قتلت وحوش وهي ماشيه في الطريق. بتقول انا خايفه على الراجل بتاع امبارح ده لا يكون حصل له حاجه، لازم اوديله الدواء بسرعه. ده يا جدعان مفكروا انه عيان بجد وانهم مش حراميه. بتقول انا خايفه على السيف اللي اداهولي ابويا وامي، وكمان انا جعانه قوي بعد لما حاربت الوحوش دول. فجاه بتسمع صوت الحراميه دول وبتنادي عليهم زي العبيطه انت كويس؟ حصل لك حاجه؟ انا معايا الدواء بتاعك اهو. اول ما بيسمعوا صوتها بيجروا بيقولوا يا العبيطه دي مفكره انك عيان بجد ولا ايه؟ بتجري وراهم وبيستخبوا في مكان، بقول شكلنا كده غفلناها، تعالى يا عم نخرج. والواحد من الحراميه دول هنوصل لمدينه لاندوسول، واول ما نبيع السيف ده هنبقى اغنياء. وبيضحكوا مع بعض، وفجاه بيتحدف عليهم زلطه بتجيب اجلهم. بنشوف يوكي وكورو بيدوروا على الفطور. يلا يا يوكي روح دور في مكان تاني على نفس الاشكال دي وجمع اللي تقدر عليه. برد عليها تمام. بتروح كورو تدور، وبتسمع فجاه صوت فطر بيتكلم وبيقول بوتي بوتي. تاخده بتقول له طالما بتقول بوتي هسميك بوتشيكو. وفجاه بتسمع صوت غراب لون عينيهم احمر، وبيخاف بوتشيكو وبتخبيه كورو. شوف يوكي واقف عند البنت دي وهي نايمه على الارض وبتكون ميته من الجوع، وبيجيب لها يوكي وكورو اكل وبتاكل زي ما يكون ما كلتش من سنه. وبتقول الرز ده اجمل حاجه في الدنيا، انا بشكركم انكم انقذتوا حياتي. سألها كورو انت ايه اللي جابك للمكان ده؟ ترد البنت وبتقول كنت في رحله لمكان بعيد وقلت ازور لاندوسول لاني بقالي فتره ما روحتش ليها، وانا في الطريق اغمى عليا. وانتوا بتعملوا ايه هنا؟ بترد كورو احنا هنا عشان نجمع الفطور. تقول البنت الله شكلها حلو قوي انا عاوز اكلها. فجاه بيظهر فطور كبيره جدا وبتهجم عليهم، وبتقول البنت دي شكلهم كده عاوزيني انا اسفه عشان ورطتكم معايا. بتقول كورو بصي انا هنادي عليكي باسم بكورين. بتقول البنت دي الله اسم جميل قوي. وبيهجم عليهم الفطور، وبتبدا بكورين تضربهم وتكسرهم، وبتدي كورو قوه السرعه ليوكي وبتقول له انا زودت سرعتك دلوقتي عاوزك تكسرهم بقى. وبيهجم يوكي عليهم وبيحاول برضه يرسم، لكن بياكل سمسم في الاخر وبيضربوه. بيخطفوا كورو وبيجي فطر وبيحاول يقتلها. فجاه يوكي بيفتكر هو كان بيحارب لسه فطر هيقتل كورو، بيطير يوكي وبيوقفه. وبيشوف يوكي في عينيه قوه قميص وبتمنحه قوه هايله جدا، وبتتاثر برضه بكورين وكورو بالقوه بتاعت يوكي دي، وبتضاعف قوتهم. وبتتفاجئ كورو من قوه يوكي الفريده، بتضرب كورو بالسحر بتاعها وبيقدر يوكي يوقعه على الارض. وبتطير بكورين وبتقول هجوم الاميره، وبتضربهم بقوه هايله جدا وبتنهيهم تماما. وبتفرح كورو وبتقول انا ما توقعتش خالص ان نجمع الفطر ده كله. بيتجمعوهم في مكان واحد، وبتقول هنتكلم بقى مع كارين وهي تيجي عشان تاخدهم. بنشوف الفطر وبتشيكو بيقول يا خساره كنت قريب قوي ان امص دمها. وبتطير بتشيكو عشان يمص دمها، فجاه بتمسكه بكورين وبتاكله. وتتفاجئ كورو وبتقول لها استني بس، بعد ايه بتكون بكورين كلته، وفجاه وشها كله بيقلب طماطم وبتقع على الارض. وبيشيلها يوكي من على الارض وعماله تقول بيكو بيكو. بتقول كورو ايه البنت العبيطه دي؟ شكلي كده الفطر ده بقى في دم بكورين. وبتقول كورو في نفسها قصتك بدات يا يوكي، والملايكه بس هم اللي اكيد عارفين لو كانت نهايتك سعيده ولا حزينه. بس ما تنساش ان كل حاجه صح وكل حاجه غلط في العالم انت في رحلتك تعرف ده، وهتتعرف على ناس كتير اكيد، وممكن تكون قوتك لوحدك كافيه، بس لما تبقى معاهم هتشكل قوه اكبر. القوه دي هتنقذهم كلهم ومحدش يقدر يعمل كده غيرك، انت لوحدك يا فارس الاميره. وبينادي يوكي على كورو بيقول لها هعتمد عليكي في كل حاجه بعد كده. رد كورو طبعا يا بطل. بنشوف شويه قطط بتلعب مع بعض، وبتيجي بنت وبتقول له القطه مش هتروح تلعبي معاهم؟ فعلا عندك حق، الصحاب في اجازه، احسن حاجه انك تكوني لوحدك، انا لازم امشي علشان اعمل اللي المفروض اعمله. بتروح كورو تنادي على يوكي يا بطل يلا علشان الفطار جاهز. ايه ده هو راح فين؟ ايه الصوت ده؟ انا لازم اروح اشوف. وبتشوف يوكي وهو عمال يتمرن وبتفرح جدا. وبيجي يوكي وبيفطر مع كورو، بتقول كورو الحمد لله قدرنا نجيب فلوس نفطر، انا قوي على
بكورين يا رب تكون بخير. قالت لي انها ترجع للاند سول قريب، ممكن نشوفها تاني صح؟ بس لازم نشوف مكان نأجره قبل ما تخلص الفلوس اللي معانا. وبيجي شخص كان في المحل وبيقول لي انت عاوزه فلوس يا انسه ولا ايه؟ انتوا شكلكم كده مش من المدينه صح؟ بصوا لو عملتوا نقابه هتدوكوا جمعيه النقابه بيت علشان يكون المقر بتاع المهمات بتاعتكم. تستغرب كورو ايه ده بجد؟ والله انا عمري ما سمعت عن حاجه زي دي. بيرد الشخص ده لو عايزين تعيشوا هنا في المدينه حطوا الموضوع النقابه ده في دماغكم. اذا صاحب المحل وبيقول له يا عم انت بقول لك ايه مش ناقصه وجع دماغ على الصبح، سيب الزباين في حالها. بتقول كورو ليوكي انا لما شفتك وانت بتعمل اللي تقدر عليه في التدريب خلاني عاوز اساعدك باي حاجه، عشان كده عملت ده عشانك. بص هي ملهاش لازمه قوي يعني. رد عليها يوكي شكرا جدا ليكي هعمل اللي اقدر عليه. مش فاهم ايه حكايه الصباع ده. بتشوف بكورين وهي بتغسل وشها وبتقول انا لازم الاقي السيف اللي جابوه لابويا وامي. لا بس انا جعانه لازم اروح افطر الاول. شوف الحراميه وهم مش مصدقين نفسهم من الغربان هي اللي انقذتهم من الفطريات. واحد منهم بيقول يا نهار ازرق يا صاحبي انا كنت خلاص بموت. بقول لك ايه احنا لازم نبيع السيف اللي معانا ده بسرعه ونجيب فلوسه. تشوف كورو ويوكي وبتقول كورو يا رب نلاقي شغلانه حلوه. فجاه بيسمعوا ناس بتشجع وبيروحوا عشان يشوفوا في ايه. بيلاقوا بكورين وبتكون في مسابقه اكل وبتشوفهم وبتشكرهم عشان جابوها المدينه امبارح. تقول لها كورو بتعملي ايه هنا؟ بترد عليها انا كنت جاي افطر ولقيت مسابقه اكل قلت اخش فيها. بيجي الحراميه وبيقول فيها يا جدعان بتوزعوا لحمه هنا ولا ايه؟ وفجاه بتشوفهم بكورين وبتزعق وبتقول لهم الدواء بتاعك معايا. وبتجري الحراميه وبتجري وراهم بكورين ويوكي وكورو. بيهربوا الحراميه بتقول انا جريت وراهم كذا مره قبل كده وبرضه بيهربوا. بتسالها كورو ايه اللي حصل؟ بتقول بكورين في حد منهم عنده مرض في عينه والدواء بتاعه معايا. وفجاه بيجي عليهم وحش وبتقول بكورين ما تخافوش سيبولي انا اكلت كتير النهارده انا عندي طاقه تهد جبل. وبتهجم عليه بكورين وبتشوف بنته بتقول الغبيه لازم اساعد الوحش. وبيضرب الوحش بكورين وبتصد الضربه بتاعته وبتضربه وبتطيره. بتيجي كورو بتقول انا مش مصدقه انت عملت كده ازاي بايدك بس. بتقول بكورين انا لو معايا السيف بقى كنت دمرته. بيسمعوا صوته بيروحوا يشوفوا ايه الصوت ده بيلاقوا بنت واقعه على الارض. بتبدا تغني لها نفس الاغنيه تاني نامي يا عصفوره وانا اجيب لك فيل. بتصحى وبتشوف بكورين في وشها بتقول البنت بعيد عني ايه القرف ده؟ ترد عليها بكورين انت متعوره ولا حاجه حصل لك حاجه؟ ترد البنت بتقول يا ست بقول لك ابعدي عني. وبتسالهم انتوا مين؟ وبتبدا كورو تعرفها عليهم انا كورو ده يوكي ودي بكورين. تستغرب البنت وبتقول ايه الاسم العبيط ده؟ لا بكورين انا عارفه انك جعانه يلا خدي دي من ايدي يا جمل. تعصب البنت بتقول لها انت عبيطه يا بنت بترمي الاكل وهو سخن في وشي. بترد بكورين اه صح طب استني هبردهولك خدي. بق يا بنت انا مش عاوز اكل وامشي ومش هشكركم كمان عشان محدش طلب منكم ده. تمشي وبتقول انا مش مصدقه البنت اللي عاوز اخلص عليها هي اللي كانت بتهتم بيا انا لازم المره الجايه اخلص عليها علشان مصلحتها. وبتروح بتقعد فوق الشجره وبتقول الظاهر كده اشاعه السيف بتاعت بكورين حقيقيه والسيف ما كانش معاها امبارح لما كانت في الانقاض برضه. معنى كده ان السيف مش معاها. بعد لما قتلت الوحوش امبارح بقت واثقه قوي من نفسها ودي فرصتي ان اخلص عليها. وبتسمع صوت زعيق وبتشوف الحراميه. بقول الحرامي لصاحبه انا ما جاش في بالي خلاص اشوفها في المدينه لازم نهرب قبل ما تشوفنا. بقول لك يا صاحبي يا مالها الدنيا غيمت كده ليه؟ وفجاه بيظهر تنين كبير جدا وبيخطفهم. صار البنت بتقول التنين الكبير ده ازاي قريب كده من العاصمه؟ بنرجع لبكورين وبتدور لسه على الحراميه ومش بتلاقيهم. وفجاه بتيجي البنت وبتقول لهم بتدوروا على حاجه؟ بتقول بكورين البنت اللي ما بتعرفش تاكل الاكل السخن ايه؟ تعصب جدا البنت بتقول لها خلاص يا بت انا ليا اسم تناديني بيه اسمي كارو. الظاهر كده انتم عندكم مشكله وبما انكم كنتم جدعين معايا انا كمان هبقى جدع معاكم وهساعدكم لو في حاجه اقدر اعملها. بتقول بكورين انا معايا دواء الواد عيان عنده مرض في عينه مش عارفين مكانه فين. بتقول كارو شكلهم ايه؟ بترد بكورين هو واحد تخين والتاني رفيع ومعاهم سيف. بترد كارو سيف كبير. انا كده عرفت بصي انا عارفه مكانهم. بترد بكورين بجد هم فين؟ بتقول لها كارو بص هو في تنين كبير قوي خطفهم من الناحيه دي كده. وبتفاجئوا بيقولوا تنين. بتقول كورو انا افتكرت لما كنا في النقابه كان في منشور بيقول فين التنين بيروح لمكان الثروات. بتقول كارو انا كده فهمت يعني كان عاوز السيف اللي مع العيال دي. بتزعق بكورين وبتقول يا نهار ازرق يعني هم الوقت في خطر بسبب السيف بتاعي احنا لازم نروح ننقذهم. بترد كورو هو السيف ده بتاعك؟ بترد عليها بكورين ايوه ده السيف اللي جابوه لابويا وامي. وبتقول كارو انتم محظوظين انا عارفه المكان. بتقول بكورين بجد انا بحبك قوي يا كارو هاتي بوسه بقى. بتعصب كارو بعيدوا العبيطه دي عنا يا جدعان. وبيروح المكان التنين وبتقول بكورين وبتزعق اهو السيف بتاعه اهو شكرا يا كارو والله انا بحبك قوي. بتقول كارو انا هبعد من هنا عشان مش هعرف اعمل حاجه مع التنين ده انا هستناكم في مكان امان على ما انتوا تخلصوا بقى. وبيزعل العيال الحراميه الحقونا يا جدعان احنا بنموت. بيروح يوكي وبيحاول يعمل اي حاجه للتنين. وبيقول الحراميه ليوكي عاش يا بطل احنا معتمدين عليك. وبيحاول يعمل تمويه للتنين انت بتعمل ايه هو طور ده تنين. وفجاه التنين بياكله وبتصرخ العيال يا نهار ازرق ده
ماله؟ بتقول كورو البطل عمل الخطه دي عشان واثق فيا، انا لازم اساعده بكل قوتي. بتيجي بيكورين وبتقول انا هنقذك يا يوكي ما تقلقش. بتشوف كارو بتقول وقعت في الفخ يا بيكورين، انا هدمرك بقوه فارس الاميره اللي معايا، وبتقدر تتحكم في الوحش من خلال سحرها. يا خاينه بتدي قوه للتنين يا جدعان عشان يقتل بيكورين. وفجاه بيطير التنين بسرعه رهيبه جدا، وكانت خلاص بيكورين هتقع لكن بتمسك في شعر الحرامي وبتقول له انا اسفه. برد عليها ولا يهمك امسكي كويس في الجذور. بتقول كارو يعني مش عاوزه تستسلمي؟ طب تعالي بقى. وتتحكم في التنين وبتخليه يطير بسرعه هايله جدا لحد لما شعر الحرامي ده اتقطع يا عيني، وبتقع وبيجي التنين عشان يضربها وهي طايره من كذا يوكي وبيغمى عين التنين. لا جدع يلا. وتضربه بيكورين ضربه بتكسر دماغه وبيقع على الارض، وسحر كارو بيخلص ولسه التنين بيهجم عليها عشان يقتلها تنقذها بيكورين. يعني شوف سبحان الله كانت عاوزه تقتلك وانت انقذتيها. وبتطير بيكورين وبتضربه ضربه الاميره وبتدمره نهائي. بيشكرها الحراميه بيقول لها احنا مهما شكرنا فيكي من النهارده لبكره مش هيكفي. شوف يوكي واقع على الارض وبتقول كورو يا بطل بالله عليك ما تتهورش مره تانية. برد عليها بيقول لها تمام. وبتيجي بيكورين وبتقول يوكي هو اللي انقذني، انا بشكرك يا يوكي، ولازم اشكر برضو كارو علشان هي اللي قالت لينا على الطريق علشان انقذ العيال دي، وكمان عرفت ارجع السيف بتاعي. ورجعوا المدينه وبتقول بيكورين لكارو تعالي تعشي معانا، ده كورو عامله شويه رز انما ايه حكايه. ترد عليها كارو لا انا مش عاوزه. بتقول لنفسها لا انا جعانه قوي. وفجاه بطنها بتزغرط وبيسمعوا صوت بطنها، بيروحوا بيقعدوا مع بعض وبياكلوا رز. بتقول بيكورين انا جات لي فكره، ايه رايكم لما نعمل نقابه الذواقين، نعمل نقابه مع بعض ونشوف اكتر الاطعمه الجميله. تقول كورو والله فكره، انا ويوكي اصلا كنا بنفكر نعمل نقابه برضه. بيعمل يوكي بصباعه كده مش فاهم انت ايه حكايه الصباع ده معاك. بتروح بيكورين وبتقول لكارو انت ممكن تنضم انت كمان. تقول كارو انا قلت امتى ان انا عاوز انضم للعصابه بتاعتكم دي، انا ماشيه. تمشي وبتقول غبيه ايه اللي انا بعمله ده. وبتشوف القطه اللي كانت وحيده دلوقتي بقى ليها اصحاب، دي اشاره على فكره. تاكل رز وبتقول الله ده طعمه جميل قوي. بتشوف كارو وبتقول انا مش مصدقه ازاي كل القوه اللي عندها دي، هي اكيد بتغش بس اكيد عندها نقطه ضعف، استنيني يا بيكورين. تشوف بيكورين وهي نايمه جنب الحصنه ده، حتى وهي نايمه عاوزه تاكل، بلعت اكل يا جماعه. تاني يوم بيكورين بتمشي في المدينه وبتراقبها كارو، بتقول انا هفضل اراقبك علشان اعرف نقطه ضعفك. تخش بيكورين مطعم وبتقول ازيكم، بقول لكم يا جماعه انا عاوز 10 اطباق رز كبير وسلطه وخيار مخلل. وبتاكل وبتخرج من المطعم، وبيجوا العيال الحراميه تاني وبينادوا عليها ازيك يا بيكورين، احنا والله مش عارفين نشكرك ازاي ولازم نقدم لك حاجه بسيطه. بقول لك ايه في مطعم بيعمل شويه اكل بس ايه جمدان. تفرح بيكورين وبتقول له بالله عليك انت بتتكلم جد، المطعم ده فيه رز؟ برد عليها ايوه فيه رز اكيد، تعالي معانا وشوفي. وبتروح معاهم. بتشوف كورو ويوكي وهم في جمعيه النقابات، وبتقدم كورو على طلب انشاء نقابه. بتقول كورو لكريم بصي انا واصحابي عاوزين نعمل نقابه. بترد عليها كريم بجد دي حاجه كويسه جدا، انا هسجل لكم على طول اهو. بترد كورو لا انا بس عاوز اشوف الاستماره الاول. بترد عليها كريم اتفضلي وربي يوافق على النقابه اللي انتوا هتعملوها. بتشوف يوكي وهو قاعد ومعاه الورقه اللي اديتها له كورو، وفجاه بيشوف بنت بتقع على الارض، بيروح لها وبيقول لها انت جعانه خدي رز اهو، وبيسيبها وبيمشي. بتبص عليه البنت دي بنظره غريبه جدا. بعد كده بتيجي كورو بتقول لي يوكي انا اسفه والله اني اتاخرت عليك، شوف انا عرفت اجيب الاستماره ازاي. وبيعمل يوكي لايك بصباعه، والله يا جماعه انا مش عارف ايه حكايه الصباع ده معاه. وبيمشوا من المكان، بس هم ماشيين بتقول كورو هم راحوا فين، وبيسمعوا صوت تشجيع. وبتشوف كارو بتبص من الشباك وبتكون بتراقب بيكورين. وبتشوف كارو وهي متعصبه بتقول انا هفضل لحد امتى راقبها، ده طول اليوم بتاكل، ايه البلاعه دي، ده انا ما اكلتش حاجه من الصبح، خلاص بقى انا عاوز اعرف نقط ضعفك ايه، ولما اعرف هقطعك تقطيع. وفجاه بيجي يوكي هي وكورو بينادوا عليها وبتتعصب جدا. كارو بتقول لهم هو في حد يخض حد كده، انت بتعملي ايه هنا؟ ترد عليها كارو وهي متوتره لا انا ما بعملش حاجه، بص انا جعانه عشان كده براقبهم هم بيقدموا الاكل. وتسمع كارو صوت بيكورين وبتقول لها الظاهر كده بيكورين جوه، انت ليه ما دخلتيش تاكلي معاها؟ بترد عليها كارو اكل مع مين البلاعه دي؟ لا طبعا. وفجاه بطنها بتزغرط. بيدخلوا المطعم وبتشوفهم بيكورين وبتقول لهم ازيكم عاملين ايه، الحراميه كاتش وتشارلي لسه مخلصين اكل دلوقتي، تعالوا كلوا معايا. وبتقول المطعم ده بيعمل شويه اكل جامد. بتقول بيكورين مالك يا كارو انت تعبانه ولا ايه، شكلك كده عندك انيميا، خدي كل دي وهتبقي زي الفل، خدي. بتزعق كارو يا بنت الغبيه برضه بتحدفي الاكل في وشي، بعيد عني بقى. بتقول كارو في نفسها هي ليه بتعاملني حلو كده وهي مش عارفه انا عاوز اعمل فيها ايه. بتقول بيكورين شكلك كده مش بتحبي الاكل ده، انا هجيب لك المنيو وانت اختاري بقى الاكل اللي انت عاوزاه. بتقول كارو عاوزه سمك وبطاطس. بيجي صاحب المحل بيقول ما عادش عندي اي حاجه، البنت دي خلصت الاكل كله. بيتعصب كارو بتضرب بيكورين وبتقول لها انت السبب يا بلاعه، انت حرام عليك انا جعانه. بتقول كورو احنا لازم نروح مطعم تاني. بتقول بيكورين لا مش هنروح مطعم تاني ولا حاجه، انا سمعت ان المطعم ده عنده منيو سري. برد على صاحب المطعم وبيقول لها انت مين اللي قال لك اننا عندنا منيو سري؟ بترد عليه بيكورين الكاتش هو اللي قال لي يلا طلع المنيو السري اللي معاك. وبيجيب
لهم صاحب المحل اكل حشرات. وبتقول بكورين الله هناكل صراصير وضفادع. بتعصب كارو بتقول يا جدعان انتوا متخلفين ولا ايه؟ الناس بترمي الاكل اللي فيه حشرات وانتوا بتاكلوه. بتروح لها بكورين بص سمي الله كده وخد الضفدع ده من ايدي. بتزعق كارو بتقول قولوا لها حاجه المجنونه دي يا جدعان. بتبص بتلاقيهم بياكلوا. وبتقول كورو ده طعمه جامد قوي جربها هيعجبك. خد الصرصار ده من ايدي يا يوكي. بتزعق كارو بتقول له يوكي ما تخليهاش تاكلك حشرات يا عم انت. بتقول انا ما ينفعش اقعد معاكم انتوا مقرفين. وفجاه بتاكلها بكورين غصب عنها وبتاع كارو على الترابيزه. وبتقول ايه ده طعمه حلو قوي انا عشان جعانه هاكل المره دي بس. وبياكلوا وبيخلصوا اكل وبيحبسوا كمان بالشاي. وبتقول كورو انا عارفه ممكن يكون تصرف وحش مني بس انا جبت استماره انشاء نقابه وكنت على امل اننا نعمل نقابه جديده معاكم. بتقول بكورين والله انت طيبه قوي يا كورو انا هحضنك. وبتزعق كارو بتقول انا قلت لكم قبل كده انا مش عاوز انضم للنقابه بتاعتكم دي انا اصلا مش مهتمه بالنقابات سلام وشكرا على الاكل. تمشي بتقول ايه اللي انا بعمله ده المفروض اخلص عليها مش هروح واكل معاها مفيش وقت اضيعه. بتروح عند شجره وفجاه بتيجي بنت وبتقول لها انت فرحانه قوي مش كده؟ ترد عليها كارو لا مش فرحانه ولا حاجه. بترد عليها انك تبقي هاديه وما تعمليش حاجه شر ده ممل قوي انت مش حاسه بنفس الاحساس اللي انا بحس بيه. بترد عليها كارو لا ما تقارنيش بيكي وبتسيبها وبتمشي. بتشوف كورو وهي صاحيه وبتكون خلصت استماره النقابه ومش عارفه تحط اسم كارو ولا لا وبتنام على الورقه. تاني يوم بكورين بتقابل كورو ويوكي وبتقول لهم انا فرحانه قوي اني لقيت شغل وانتم عارفين طبعا الفلوس اللي معايا مش مكفياني. فعرض عليا صاحب المطعم من لو كنا فيه اخر مره ان اشتغل معاه وقال لي انت عندك قدرات حلوه قوي تشتغلي معانا. وبتقول لهم بعد لما قال لي كده انا بقيت في قمه سعادتي. وبتخبي كورو استماره النقابه بيروحوا للمطعم وبتقول كورو الظاهر كده ملناش نصيب نعمل نقابه. وبتكون بكورين فرحانه جدا ومتحمسه وهي بتشتغل. وبيجي 3 بنات للمطعم الاولى اسمها ميسوغي والتانيه اسمها ميمي والتالته دي بقى كيكو. وبيدخلوا المطعم وبتيجي بكورين وبتعاملهم على انهم اطفال. وبتزعق ميسوغي وبتقول لها احنا من نقابه ليتل ليركل يعني تعاملينا كاننا كبار بس المشكله انها ما تسجلتش بشكل رسمي عشان لسه ما وصلناش للسن القانوني. بترحب بكورين بيهم جدا وبتقول لهم انا والله بهزر معاكم يا حبايبي تطلبوا ايه؟ بعد كده نشوف كارو وهي متردده جدا وبتفتكر وهي بيكلمها بنت غريبه وبتقول لها احنا خلاص لغينا عمليه الاغتيال وشكلك كده انت ما تعرفنيش كويس قوه فارس الاميره اللي اديتها لك هناخدها منك تاني. بترد عليها كارو وبتقول لها انا اسفه. ترد عليها البنت دي وبتقول لها انا هوريك الطريق اللي المفروض تمشي عليه. بعد كده بنرجع تاني لكارو وبتدخل المطعم وبتقول صح هتوريني الطريق اللي همشي عليه. وبتشوف بوكرين وهي بتاكل البنات حشرات وبتزعق وبتقول لها انت بتعملي ايه حرام عليكي دول اطفال يا شيخه وانت لابسه اللبس ده ليه؟ ترد عليها بوكرين انا شغاله هنا. بترد كارو بصوا انا جيت علشان اقول لكم ان غيرت رايي في موضوع النقابه. وفجاه بيجي شخص عملاق جدا وبيكسر باب المطعم بيقول هو ده بقى المطعم اللي بيعمل حشرات معفنه؟ بيرد عليه الواد الحرامي انت بتقول ايه يلا لا بيجي من هنا انت بتشتم اكل مطعم الزعيم. هوبا بياخد كشاف على عينه وبيطيره وبتقع الاستمار على الارض. وبيقعد على الترابيزه بيقول يلا هاتولي صراصير اكلها. بيجي صاحب المطعم بيقول له انت بتقول ايه على المطعم بتاعي؟ وبيرفع صاحب المطعم اتصل عليه وفجاه بيلاقي ايده اتكسرت. وبيقول له الواد البيجا ده انا سمعت دبانه بتتكلم خلصوا بقى انا عاوز اكل يا جدعان. وبتيجي بكورين وبتقول له الظاهر كده انت عاوز تشوف الوش التاني. وبتمسك الطاسه وبتقول له عامل لك شويه صراصير انما ايه وضفاتها تستاهل بقك. وبتروح المطبخ وبينبهروا كل اللي في المطعم انت ازاي طباخه شاطره كده. بترد وبتقول انا كنت بسافر كتير وبشوف حشرات وحيوانات وحتى وحوش عشان كده كنت بضطر اطبخهم واكلهم. بتخلص طبيخ وبتقدمه اعفن انواع الحشرات وبيقول لها الحشرات دي لو مش معفنه ولذيذه انا هقفل المطعم ده. وبيقول في نفسه يا رب تطلع الحشرات طعمها وحش ومش لذيذه عشان اقفل المطعم ده واخد الفلوس من المطعم التاني. ولسه هياكل صرصار بتيجي كارو بتقول له استنى قبل ما تاكل خد الليمونه دي وهتظبط الاكل تمام وهتسمع صوت اغاني في نافوخك. وبياكل وبيكون مش مصدق نفسه ايه الجمدان ده يا جدعان. وبيقول في نفسه مش عارف اقول ان الاكل وحش ده الاكل طعمه حلو جدا. وبالغصب عنه الاكل ده جامد قوي ولذيذ. بتفرح جدا بكورين هي وكل الموجودين في المطعم. وفجاه بيكسر الاطباق وبيقول انتم هتهزروا معايا ولا ايه؟ مستحيل يكون طعم الحشرات ده حلو قوي كده انا هقفل اي مطعم بيعمل اكل وحش. بتعصب بكورين وبتمسكه بتقول له انت ايه حكايتك يالا بترمي الاكل على الارض. بتضربه ضربه قويه جدا وبتطيره بره المحل. وبتقول له شفت وشك هنا تاني انا هكسر دماغك يالا. وبيفرحوا كل الموجودين في المطعم وبيحيوها. وبتقول بكورين في نفسها انا شكلي كبرت يا بابا. وبيصلحوا المطعم وبيروقوا المكان. وبتلاقي كورو الاستماره ولسه هتاخدها بتاخدها كارو بتقول انا مش واثقه في قدراتكم انتم محتاجين حد خبره
خبره زيي، علشان كده انا هنضم للنقابه معاكم. وبيفرحوا جدا انها انضمت للنقابه معاهم، وبيروحوا النقابه وبتوافق كارين على النقابه بتاعتهم، وبتقول بكورين اخيرا هدفنا اننا نكون نقابه تعرف وتشوف افضل انواع الاكل في العالم، وهنسميها نقابه الذواقين، يلا بينا نبدا. وبتفتح بكورين وهي فرحانه باب ومفكره تشوف منظر ما شافتوش قبل كده، بس للاسف بتشوف عكس كده تماما، بيخرج كميه تراب. يا نهار ازرق ايه ده، دي بدايه زي الفل. وبتزعق كارو في كارين وبتقول لها ايه المكان ده اللي عامل زي بيت مسكون فيه حشرات وتعابين وقرف. بتعتذر كارين وبتقول لها والله انا اسفه جدا، عندها نقص في بيوت النقابات ومفيش غير المكان ده، واحمد ربنا ان فيه حشرات بس، ده ممكن يكون فيه اشباح كمان. بتعصب كارو بتقول لها اشباح؟ انت بتقول ايه؟ بتقول بكورين الله ناكل مع الاشباح. بتعصب كارو بتقول لها ايوه ما هو انت اهم حاجه عندك الاكل يا مفجوعه، مش فارقه بقى تاكلي مع مين. بتقول كورو اهم حاجه اننا لقينا بيت وحلينا مشكلتنا، استاذنك يا كارين ينفع نظبط البيت شويه علشان نعرف نقعد فيه؟ بترد عليها كارين طبعا اعملوا فيه اللي انتوا عاوزينه. بتقول كارو طالما هننضف المكان يبقى ننضفه بضمير، ومش عاوز اشوف سن الترابايه، انا قلت اهو. بينضفوا المكان واثناء ما بينضفوا بتزعق بكورين وبتقول يا نهار ازرق في مشكله كبيره قوي. تيجي كارو بتقول لها في تعابين وحشرات، ايه المشكله اللي اكبر من كده يعني؟ بتقول لها بكورين في حاجه مهمه احنا نسيناها، ترابيزه ناكل عليها. بتقول لها كارو يا شيخه طب ما تروحوا تشتري من اي محل وخلاص. بتتعصب بكورين وبتقول لها هدف النقابه ايه؟ اننا ناكل مع بعض ولازم اصنع ترابيزه ما حصلتش قبل كده. بتيجي كورو وبتقول لكارو هستأذنك بس اروح اشتري شويه حاجات هنحتاجها، عاوزه منك بس تنضفي مكاني لحد لما ارجع. بترد عليها كارو ما تقلقيش روح انت وانا هشتغل مكانك. بتروح كورو السوق وبتشوف اطباق شكلها حلو وجميل جدا. بتيجي بنت وبتقول لها انت عجبتك الاطباق دي؟ بترد عليها كورو ايوه بس غاليه قوي، انا ما معيش الفلوس اللي تكفي الاطباق دي. انا كورو وانت اسمك ايه؟ بترد عليها وبتقول لها انا ساران مدير دار ايتام، انا هعمل معاك عرض تمام؟ وفجاه بيجي حمار بيجري بسرعه وبتقول البنت اللي راكبه حد يلحقني يا جدعان انا هموت. تاسف البنت لساران، بترد ساران عليها اهم حاجه ما حصلش ليكي حاجه. بترد البنت الحمد لله ما حصليش حاجه وكمان البضاعه سليمه. من الانسه دي؟ بترد عليها وبتقول لها انا سعيده اني شفتك، انا كورو. بترد عليها وانا سوزومي وليا الشرف اني بشتغل مع ساران. وبتقول ساران وانا كمان يا حبيبتي، يلا بقى عشان هنساعد كورو وتشيلي لها الحاجه في العربيه وتوصلها للمكان اللي هي عاوزاه. بيتكلم كورو لا لا مفيش داعي والله. بترد ساران ازاي؟ لا مش هينفع، لازم نعمل معاك اي واجب. نرجع وبنشوف كارو بتكون ظبطت المكان ونضفته خالص، وبتقول يا انا مفيش زي اتنين. لما اروح اشوف بيكورين خلصت ولا لسه؟ بتشوفها وبتقول لسه ما خلصتش، شكلنا كده هنطول. نرجع لكورو وسوزومي وبتقول سوزومي انت شغاله عند حد جدع زي ساران؟ يا بخته اللي بتشتغل مع واحده جدعه وطيبه زيك. بترد عليها كورو لا انا فرحانه وانا شغاله مع البطل بتاعي. وانت شغاله مع ساران من زمان صح ولا ايه؟ ترد عليها سوزومي ايوه كانت ساران نائبه قائد فرسان القصر بس سابت الرتبه بتاعتها علشان تساعد الاطفال اليتامى وحبيت اساعدها باللي اقدر عليه. بترد عليها كورو اللي بتعملوه ده حاجه جميله والله. وامشوا بروح المكان غريب وبتكون سوزومي خايفه جدا وبتقول احنا تهنا ولا ايه؟ ترد كورو الظاهر كده. بترد عليها سوزومي انا خايفه لا يكون المكان ده فيه اشباح. يا نهار ازرق ده فيه اشباح فعلا. والحمار بيتفك وبيجري وبتجري سوزومي هي كمان لحد لما بتقع على الارض وبتروح لها كورو بتقول لها انت بخير حصل لك حاجه؟ ترد عليها انا كويسه. يا نهار ازرق الحمار فين؟ الحمار هرب، هنعمل ايه؟ ما ينفعش نجر العربيه غير بالحمار. لحد لما بيسمعوا صوت وبتقول كورو الظاهر كده ده صوت الحمار، هنجيب حبل ونحاول نمسكه علشان يجر العربيه. وبتحدف كورو الحبل وبيقول الحمار يا نهار ازرق ايه ده؟ انا بموت انا بتخنق يا جدعان حد يلحقني حرام عليكم. وبيقول الحمار انا كنت بسرح شعري ايه رايكم حلو ولا ايه؟ بتقول كورو ممكن سؤال هو انت الحمار؟ بتزعق وبتقول انا مش حمار يعني بالله عليكم عمركم شفتم حمار بالجمال ده؟ وكمان بلبس اخر موضه وفكرت ان مستحيل حد يقول عليا حمار او وحش، انا زعلانه والله. بتقول كورو لا انا اسفه الشريط اللي عليكي ده حلو قوي. بترد عليها بجد والله ربنا يخليك انا بحب الناس اللي بتمدحني قوي. اتفو ايه ده معلش انا اسفه والله انا بتف بس لما بتحمس. بترد كورو لا ولا يهمك انا كورو ودي سوزومي وانت مين؟ بترد عليها انا ريما بشتغل في الغابه اللي هناك دي واسمها اليزابيث بارك. وانتم بتعملوا ايه هنا في الغابه؟ بترد كورو كان معانا حمار بيجر العربيه بس اتفك وهرب مننا. بترد ريما يا نهار ازرق يا خساره طب انا ممكن اجر لكم العربيه. بتفرح كورو وسوزومي جدا. بنرجع للبيت تاني وبتقول كارو اليوكي بقول لك ايه تعالى ساعدني نمسح الشبابيك دي. وبيروح يساعدها بتقول احنا لازم من هنا ورايح ننظف على طول لان ده هيكون البيت بتاعنا اللي هنعيش فيه. برد عليها انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه بالظبط، انت متعلمه؟ بتتعصب بتقول له ايوه متعلمه، انت بتتريق عليا ولا ايه؟ لا وانت كمان لازم تتعلم وما ينفعش تعتمد على حد عشان فقدت الذاكره يعني هتعمل حوار ولا ايه؟ فجاه بيقرصها صرصار وبتزعق وبتهز الكرسي وبيقول لها يوكي حاسبه يا بنت مجنونه انا هقع كده على الارض. وبيقع على الارض وبيغمى عليه. وبنشوف اميس بتقول له ما شفتكش من زمان الظاهر كده
حاجات كتير حصلت معاك، وعملت كمان نقابه، وكمان اتعرفت على اصحاب كويسين وعملت معاهم النقابه دي، بس هم غامضين. برد عليها غامضين، بتقول له ايوه غامضين، بكورين وكارو حتى كمان كورو كل واحده منهم عندها مشاكلها الخاصه ومهمتها الخاصه برضه، وكارو في وضع لا تحسد عليه نهائي. ولو قلت لك كل اللي اعرفه مش هتغير حاجه، وعاوزك تخلي بالك دايما لان العدو عارف انك موجود، وهساعدك لما يجي الوقت المناسب زي ما ساعدتك قبل كده. يلا ربنا معاك. وبيرجع تاني وبيفوق، بتقول كارو الحمد لله انت كويس؟ برد عليها ايوه انا بخير. وبفتكر اميس وهي بتقول كارو في وضع لا تحسد عليه نهائي. وبتنادي بكورين على يوكي وكارو، بتقول لهم ايه رايكم؟ بينبهروا جدا بالترابيزه، وبتقول لها كارو انت شكلك مش طباخه شاطره وبس، انت شاطره في حاجات تانية كتير. بتقول لهم بكورين يلا بقى علشان ندخلها البيت، وبيدخلوا الترابيزه بس بتكون كبيره قوي ومش بتدخل من الباب اساسا، وبترجع تعملها من جديد. بشوف كورو وسوزومي وريما، وفجاه بيطلع عليهم حراميه وبيخافوا جدا، وبيقولوا الحراميه دول هتدونا كل اللي معاكم ولا ناخد الحمار ده. بتعصب ريما انا حمار؟ طب تعالى انت هو بقى. وبتضربهم وبتكسر دماغهم. بتقول انا ما بحبش حد يقول عليا حمار. ايه ده انا جعانه قوي، معكوش اي اكل اكله؟ طب خلاص انا هجيب التفاحه دي واكلها. وفجاه بتتحول ريما لبنت جميله جدا، وبتقول اسفه يا جماعه انا دايما كده لما باكل التفاح بتحول لبنت. بتشوف يوكي وكارو بكورين وبيكونوا خلصوا تنظيف النقابه، وبتقول بكورين الحمد لله خلصنا قبل ما الدنيا تضلم. هي فين كورو؟ اتاخرت ليه كده؟ وبتيجي كورو وبتقول شوف انا جبت حاجات جميله قوي، وجبت لك الوزه دي يا يوكي ايه رايك؟ برد عليها دي بتزمر، ده جميله قوي بسم الله ما شاء الله. وبتقول لها كارو تعالي كده شوف المكان جوه عامل ازاي. وبتدخل وبتقول ايه الجمال ده حاجه عظمه قوي. بتنادي عليها بكورين ايه رايك في الترابيزه دي؟ بتقول لها كورو لا جميله قوي والله المكان بقى جميل جدا. وبتعمل لهم بكورين عشاء بس ايه جمدان. وبتقول لها كارو ايوه كده اكل جميل اهو، حشرات ايه وقرف ايه، يلا بينا ناكل. ويقعدوا مع بعض وبيكونوا سعداء جدا. بنشوف يوكي وهو عنده برد، وبتقول كورو ما تخافش يا يوكي هتبقى كويس. بيرد عليها انا حاسس انها كورونا. بترد كورو عليه كورونا ايه ده اكيد برده هيروح عادي، انت عامل حوار على ايه مش فاهمه. بتيجي بكورين وبتقول شوف عملت لك شويه رز هتاكلهم وهتروق على طول، يلا خد كل. بيزعق بيقول لها الاكل سخن حرام عليكي. ترد عليه ما هو انت لازم تاكله سخن عشان تروق. تقول كارو انتوا عاملين حوار على ايه مش فاهمه، دول شويه برد يا جدعان سيبوه ينام وهيصحى يبقى حلو. بتيجي كارو بتشوفه بتقول يا نهار ازرق ايه ده وشه احمر خالص، استنى كده لما اشوف درجه حرارتك، ايه ده انت مولع. بتقول كورو انا بعمل في الدواء اهو اللي كنت باخده في البلد عندنا وانا صغيره، كنت لما اخده بيخليني زي الفل على طول. بتزعق كارو انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتحط الصراصير في الدواء؟ انت عبيطه ولا ايه؟ وبتشوف بكورين وبتقول انت بتعمل ايه انت كمان؟ بترد بكورين انا بعمل شوربه العصيده. بتتعصب كارو انتم ليه بتحط في كل حاجه حشرات؟ ايه القرف اللي انتم بتعملوه ده؟ ما عادش قدامي حل تاني، احنا لازم ناخده المستشفى. وبروح المستشفى بتكون عامله زي مكان مسكون. وبتقول كورو للممرضه هي دي مستشفى مش كده؟ بترد عليها الممرضه امال انت شايفه ايه؟ اكيد طبعا دي مستشفى، في حاجه؟ بترد كورو معانا عيان وعاوزينه يتعالج عنده برد من امبارح. بترد عليهم الممرضه طب خدوه لاوضه الكشف عند الدكتوره. بتقول كارو والدكتوره والممرضه لابسين لبس غريب قوي كده ليه؟ بترد بكورين بص ما تحكميش على الناس من لبسها. بتزعق كورو وطوا صوتكم شويه. فجاه الدكتوره وهي بتكشف على يوكي بتزعق وبتقول نانا جهزي اوضه العمليات بسرعه. بترد عليها حاضر وفورا. وبيخافوا وبتقول بكورين هو حالته خطيره للدرجه دي ولا ايه؟ دول شويه برد يعني. بترد عليها الدكتوره خلاص انت وهي انا هعمل اللازم عشان يبقى كويس. وبدخلوه غرفه العمليات. ايه ده مش اوضه عمليات يا جماعه دي مجزره. وبكورين وكارو خايفين جدا. وبتقول كورو انا لازم اعمل اي حاجه ليوكي. وبتحاول تعمل اي حاجه بالسحر بتاعها. وبتزعق بكورين وبتقول لها فوق انت بتعملي ايه؟ بترد كورو انا اسفه انا لازم اعمل اي حاجه له. بتقول كارو ايوه ما هو انت بتعملي اي حاجه علشان خاطره بس صح؟ فجاه بيسمعوا صوت يوكي ومن اوضه العمليات وبيخافوا جدا وبتاع كورو على الارض. وبيقولوا لها اهدي يا كورو. فجاه بيخبط شخص وهو بيجري في بكورين وبيقع على الارض. وبتقول له بكورين انا اسفه. بيرد عليها حد يقف في نص الطريق كده؟ ايه ده انتم تاني؟ بتقول كارو ايه ده مش انت الشخص اللي كان في المطعم واللي ضربتك بكورين؟ بيتكلم بكورين يخرب بيتك انت بقيت رفيع كده ليه؟ بيزعق وبيقول لها انا هنا بسابق، هما بيعملوا عمليه جوه مش كده؟ ايوه بقى دي فرصتي الوحيده علشان اهرب من الجحيم ده، دي مش مستشفى يا جماعه ده سجن، انا لازم امشي من هنا وهي فرصه والشياطين مش موجوده. وبيجري وفجاه بيسمعوا صوت صويت. بتشوف بنت غريبه جدا وبتجره وبتقول انت عيان قليل الادب، انت عارف اني مشغوله بدور على توأم روحي وانت عطلتني علشان كده لازم تتربى. وبتيجي الممرضه بتسالها كارو حصل له ايه وايه المرض اللي عنده؟ بترد عليها الممرضه لازم تمشوا دلوقتي. طب احنا عايزين نعرف طيب ايه اللي حصل. وبيروحوا البيت وبتكون كورو قلقانه جدا عليه وبتقول يا ترى حصل له ايه دلوقتي عملوا في ايه؟ بتقول لها كارو ايه دي يا اختي علشان ما تقعيش من هنا انت كمان. وبتقول بكورين ان شاء الله يبقى بخير انا هطلب شويه اكل حشرات من المطعم علشان نركز ونعرف هنعمل ايه بالظبط. بيتعصب كارو انت مقرفه ليه وكمان احنا في ايه ولا في ايه؟ ده وقته مفجوعه لو عايزه تطلبي اكل عادي لوحدك. شوف البنت اللي عامله زي الشياطين وبتقول انا لازم الاقي توأم روحي النهارده. وبتكون ماشيه في
الشارع وبتسمع حد بيقول لها تعالي اقرا لك المستقبل. بتروح وبتخش الخيمه دي وبتقول لها واحده انت عاوزه تعرفي المستقبل صح؟ وفجاه بتعمل سحر على الجمجمه دي وبتتعصب البنت وبتقول لها ايه شغل الاطفال ده، مش عليا الشغل ده خلصي. ولسه هتكسر الجمجمه بيقول لها استني وحياه ابوك انا اسف، بص انت بتدوري على توأم روحك صح؟ بترد عليه ايوه صح. بيقول لها هتلاقيه قريب جدا وفي اسرع وقت. وبتخرج وبتمشي البنت دي وبتقول هو فين لسه ما جاش ليه توأم روحي، وبيجي كذا حد حرامي يعكسها لكن بتضربهم وبتقول هم دول توأم روحي ايه القرف ده. وبتاخد المجوهرات اللي كانت معاهم وبترجع المستشفى. بتقول انا النهارده برضه فشلت ان الاقي توأم روحي. وفجأة بتسمع صوت حد تعبان وبتدخل اوضه يوكي وبيفوق يوكي وبيشوفها في وشه. وبتقول البنت اخيرا لقيت توأم روحي. وبيخاف يوكي جدا من شكلها. وتاني يوم بنشوف بيكورين وكارو وكورو. وبتقول بيكورين احنا هنفطر ونروح نطمن على يوكي، هو اكيد دلوقتي فاق وجعان. بنشوف يوكي مع البنت وبتقول للبنت خد كل دي من ايدي يا توأم روحي. بيرد عليها لا مش جعان. بتفتح بقه غصب عنه بتقول له بعد كده هقول لك على اي حاجه تعملها يا حبيبي. بيخاف يوكي منها جدا. وبيشوف بيكورين وكارو وكورو بيجروا. بتقول بيكورين انا سمعت ان اللي شغالين في المستشفى دول نقابه مش دكاتره. بيوصلوا المستشفى وبيشوفوا ناس كتير متجمعه. وبتقول الدكتوره ايه اللي جابكم هنا مره واحده؟ بيزعقوا بيقولوا في حد منكم خد مننا المجوهرات اللي سرقناها. بتقول الدكتوره لنانا انت عارفه هم بيتكلموا عن ايه؟ بترد عليها نانا لا ما عنديش اي فكره. وبيزعل الحرامي بيقول انتوا هتشتغلونا ولا ايه؟ انا عارف ان البنت التالته موجوده هنا، هي فين؟ وفجاه بترمي البنت السلاح بتاعها وبتقول حبيبي مش عارف ينام، انتم عاملين قلق ليه؟ وبتقول الدكتوره انت تعرفوهم يا اريكو؟ بترد وبتقول انا مش عاوز احاربكم خلونا اصحاب احسن. برد عليها الحراميه لا طبعا انت مجنونه ولا ايه؟ يلا يا رجاله خلصوا عليهم. بترد اريكو تمام انا كده فهمت. وبتجهز ضربه العقاب المميت وبتضربهم وبتطيرهم. وبيزعق واحد من الحراميه بيقول ايه ده؟ الحق دي المدمره. بتقول نانا جه دوري دلوقتي وبتضربهم بسحرها. وبنعرف نانا انها الجامعه. بتقول الدكتوره انتم عاملين ازعاج جامد وبتضربهم باللعنه بتاعتها. وبتطلع هي كمان شيطانه العين الواحده. بنعرف انهم نقابه تويلات كربان. وبتقول الدكتوره انا ما عنديش مانع يجوا يتعالجوا في المستشفى وبالمره نعمل عليهم تجارب. بتزعق كورو احنا لازم ننقذ يوكي. وبتقول كارو فعلا المكان ده وحش. بتقول بكورين لازم نعمل خطه وننقذ يوكي. وبيعرفوا يدخلوا المستشفى وبيروحوا لاوضه يوكي. وخلاص هيدخلوا بتتفاجئ كارو وبتشوف اريكو في اوضه يوكي. بتقول اريكو يلا يا حبيبي عشان البسك خاتم الخطوبه، والخاتم ده ملعون يعني لو لبسته هتفضل معايا وتحبني للابد. بتزعق كورو يا نهار ازرق هنعمل ايه؟ لازم نعمل حاجه. بتقول لها بكورين اهدي الامل فيكي لازم انت توقفيها. وفجاه بتشم اريكو ريحه وحشه جدا وبتقول ايه القرف ده؟ استناني يا حبيبي اروح اشوف الريحه دي جايه منين وارجع لك. بتروح الاوضه اللي طالع منها الريحه وبتكون كورو بتعمل سحر الريحه الوحشه. ولسه اريكو هتخش الاوضه بتهرب كورو من المكان. وبتخش الاوضه ومش بتلاقي حد. بتشوف بكورين وكارو بيهربوا يوكي ولسه نازلين من السلم بيعرفوا ان في حد طالع. وبتقول بكورين يا نهار ازرق لازم نلف ونرجع تاني بسرعه. ولسه بيطلعوا بيسمعوا صوت اريكو. بتقول يلا بقى علشان ارجع واكمل الخطوبه مع حبيبي. بتقول بكورين خلاص احنا كده هنتمسك يا نهار ازرق. وفجاه بيشاور يوكي على الشباك. بتاع كارو على الارض وبتشتت الانتباه. وبتقول بطني بتوجعني انا هموت يا جدعان حد يلحقني. في نفس اللحظه بتحاول بكورين تهرب يوكي من الشباك وبتهربه وبتهرب هي كمان. بس بتشوف كارو وكارو بتشاور لها وبتقول لها هربي انت مالكيش دعوه. وبتقول الدكتوره متسومي احنا هنكشف عليكي. وبتزعق كارو وبتقول انا بقيت كويسه والله مش محتاجه كشف انا بقيت زي الفل. وبتصوت. بيشوف بكورين وكورو ويوكي وبيروحوا للدكتور علشان يشوف حاله يوكي. بيقول الدكتور مين اللي عامل العمليه دي؟ بترد بكورين الدكتوره متسومي. بيرد بيقول لها والله شاطره قدرت تعالج يوكي. شوف الطفح الجليد اللي عنده ده بيبان عليه انه نزله برد بس ما كانش برد ده كان مرض خطير بس قدرت متسومي تنقذك. وبيشكروا الدكتور وبيمشوا من المكان. وبتشيل بكورين يوكي وبيقول يوكي كنت خلاص هتلاعن. بتقول بكورين لازم نروح بكره عشان نجيب كارو من المستشفى. وبيروح البيت وتاني يوم بتيجي كارو وبيتفاجئوا. وبتقول كارو انا جيت وبيفرحوا جدا. بتقول كارو انا هروح انام. وتاني يوم بتعمل بكورين الفطار وبتقول كارو ايه اللي جابني هنا؟ وبيقعدوا على الفطار وبتقول بكورين الوقت جه اننا نبدا نعمل مهمات النقابه. رحت اشوف الاعلانات ولقيت الاعلان ده مهمه لم التوابل الطازه من قريه ترغوم ومكافاه فلوس وكمان تشكيل التوابل كامله. بتقول كارو انا ماليش انا في الشغل ده روحوا انتم وانا هستناكم هنا. بتزعل بكورين وبتعيط وبتقول انا كنت عاوزه اننا كلنا نروح سوا ونعمل اول مهمه مع بعض. بترد كارو يا ست حاضر هاجي معاكي انت بقيتي مبسوطه الوقت كده. ويمشوا بيكونوا فرحانين انهم هيروحوا يعملوا اول مهمه. بنشوف واحد ماشي في القريه لوحده وفجاه بيظهر اشباح في كل مكان. وفجاه وهو ماشي بيظهر شبح شبهه بالظبط وبيقول نفس الكلام اللي بيقوله. وبتشوف كارو وهي بتصطاد سمك وبتقول انا بقالي ساعه ومش عارفه اصطاد سمكه صغيره حتى توحد ربنا حرام والله كده. بتتكلم كارو وبتقول في حشرات جميله قوي هنا اهي. بتزعق كارو
استني يا كورو انا خلاص بصطاد سمك اهو، سيبك من الحشرات المعفنه دي. بيعدي حوالي 3 ساعات. بتقول كارو البحيره دي ملهاش لازمه، مفيش فيها سمكايه واحده. بتقول كورو ما تقلقيش انا هعمل شويه شوربه بالحشرات حاجه كده عظمه. بتزعق كارو حرام عليكم بقى ارحموني مش عاوز اكل حشرات. بتقول كورو انت قلقانه من ايه؟ شوفي يوكي جاب ضفادع قد ايه. بتزعق كورو ايه القرف ده يا عم، هناكل اي حاجه وخلاص. لحد لما بتيجي بكورين وبتقول شوف انا جبت ايه يا جماعه، انا جبت فرخه. وبيروحوا وبيطبخوها وبيعملوا شوربه كمان. وبتقول بكورين يلا بقى جه وقت الاكل. بيقعدوا مع بعض وبياكلوا وبيهزروا وبيضحكوا كمان وبيناموا. تفضل كورو بس هي اللي صاحيه وبتقول والله اصدقاء كويسين، انا فرحان اننا عملنا النقابه دي مع بعض. وتاني يوم بيصحى من النوم وبتقول كارو انا عنده صداع رهيب. ايه ده؟ بترد عليها كورو هتبقي كويسه لما تغسلي وشك. يوكي هناك اهو بيغسل وشه، روحي له واغسلي وشك انت كمان. فجاه بيجي وحش وبيخطف يوكي وبيجري بيه بسرعه جدا. واثناء ما بيجري الوحش ده بتحدف على عينه اسهم وبيرمي يوكي على الارض. بيفوق يوكي وبيشوف شجره وبيقول ايه ده الشجره دي بتتكلم ازاي؟ وبيمسكها وبيهزها. وفجاه بتظهر بنت وبتقول لا لا بالله عليك ما تعملش معاه كده. بيقول لها يوكي انت مين؟ بتقول له انا اللي انقذتك. برد عليها شكرا عشان انقذتيني. بترد عليه لا شكرا على واجب، انا اوي. بيرد عليها وانا يوكي، انا شفت الشجره دي بتتكلم. بترد عليه مش عاوزاك تقول عليا مجنونه، انا والله مش مجنونه ولا حاجه، انا عملت دي علشان اتدرب معاه وقلت بالمره يكون صديق ليا واسمه لا ما تخافش يا صديقي رقم 1. ايه ده يا جدعان هو ده اسمه بجد ولا ايه؟ مش فاهم. بيرد عليها ده صديقك؟ بترد عليه انا بعرف اتكلم مع الحيوانات وكمان النبات بس ما عنديش اصحاب خالص، وعدت السنين كنت بتكلم مع لا ما تخافش يا صديقي رقم 1 طول الوقت، وانا عارفه انها هتعدي كمان 10 سنين من غير ما يكون عندي صديق. بيرد عليها يوكي صديق؟ تتفاجئ وبتقول انت كمان بتدور على صديق زيي؟ ما تقلقش هنعمل اصدقاء مع بعض من هنا ورايح، احنا اصحاب تمام. صحيح احنا عاوزين اسم للفريق بتاعنا، ايه رايك في اسم فريق بيبي؟ معنى الاسم ده وداعا للوحده. تفرح جدا وفجاه بتيجي كورو وكارو بكورين وبتقول كورو الحمد لله انت شكلك ما حصلكش حاجه. مين دي؟ برد عليها يوكي دي اوي هي اللي انقذتني. بتقول كورو بجد شكرا جدا ليكي. بنشوف اوي وهي بتترعش وخايفه جدا وبتقول لها شكرا على واجب. وبيمشوا اثناء ما هم ماشيين بتقول كارو لاوي انت ماشيه بعيد ليه كده؟ بترد اوي ما ينفعش امشي جنبكم واحنا مش صحاب ده عيب. دول كورو دي المدينة صح؟ احنا وصلنا. بيروحوا بيتكلموا مع رئيسة المدينة وبتكون اسمها ميساتو. بتقول لهم اهلا بكم في القرية بتاعتنا. بتقول كورو احنا معانا مهمة. بترد عليها ميساتو اسم نقابتكم ايه؟ بترد كورو اسم النقابة وبتكون مش عارفه اسم النقابه. بتتكلم بكورين وبتقول احنا نقابه الزواقين. بتقول ميساتو احنا السنه دي جالنا محصول كتير جدا وما عندناش ناس عشان تحصده، عشان كده احنا بنشكركم على المساعده بتاعتكم. في نقابه تانية اسمها ايزابيليس بارك المفروض تيجي النهارده. بتقول كورو ايزابيليس بارك؟ تقول كارو انت تعرفيها؟ بترد كورو ايوه في بنت منهم ساعدتنا قبل كده، بنت طيبه جدا اسمها ريما. بتشوف ريما هي وفريقها وهم في طريقهم للقريه وفجاه بتطلع عليهم الاشباح بيعملوا نفس الحركات بتاعتهم بالظبط. بتحاول ريما تضربهم لكن بيضربوها بنفس الضربات بتاعتها. وبتشوف كورو وكارو ويوكي وبيكونوا ماشيين في المدينه وفجاه بيشوفوا بنت نايمه وطايره في الهواء. فجاه بتخبط البنت دي في البرج وبتقع على الارض. بيروح لها وبتسالها بكورين انت بخير؟ انت وقعتي من فوق البرج ده. بترد عليهم ايه ده بجد انا كنت بطير وانا نايمه تاني؟ برضه انا كل لما انام بطير. انا هاتسوني وانتم مين؟ نرجع وبنشوف فريق ريما وبيحاربوا الاشباح وكانوا خلاص هيهزموهم وفجاه بيتضربوا ضربه قويه جدا وبيطيروا. تيجي بنت وبتقول لهم انتوا عاملين قلق ليه يا اطفال؟ انا كريستينا. نرجع بنشوف كارو وكورو وبكورين ويوكي بيتكلموا مع هاتسوني وبتقول لهم هاتسوني انتم جايين هنا علشان الحصاد مش كده؟ بترد كورو ايوه ولينا الشرف اننا نشتغل معاكم. بترد هاتسوني واحنا كمان انا متحمسه جدا وكمان هشوف اختي اللي ما شفتهاش من وقت طويل قوي. بتقول لها بكورين انت عندك اخت؟ بتقول لها هاتسوني ايوه في نقابه اليزابيث بارك. كانت اختي عندها مرض مزمن اسمه الرابو بس اكيد دلوقتي بقت احسن واسمها شورين وبتحب الكتب جدا وانا اشتريت لها كتاب وفرحانه جدا وعاوزه اشوف ردة فعلها بس هي جسمها ضعيف شويه حبتين. وبتشوف شورين والشبح بيقرب منها وهي مش عارفه تقاوم لانها تعبانه وعماله تقول اونيتشان وفجاه الشبح بيدخل فيها وبتتبخر. يبدا الجزء الجديد ابطال مع لقاء بين شيريون واختها هاتسوني اللي ما قابلوش بعض من سنين طويله قوي. وبتدي شيريون اختها هاتسوني مخده ناعمه وطريه ولسه بتجرب هاتسوني تنام عليها بتحس بالراحه والسعاده. فبتشكر شيريون على هديتها وشيريون بتقول لها شكرا ليك انت كمان على الكتاب اللي اديتهولي هديه. بيفتحوا الكتاب وبيتفرجوا سوا جواه وشيريون بتقول لهاتسوني
هاتسوني ان الكتاب مليان بصور لاماكن جميله نفسهم يروحوا يزوروها سوا في يوم من الايام. فهاتسوني بتقول لها انا ممكن اشيلك على ظهري واوديك اي حته. بتكون هاتسوني فعلا عندها قوه خارقه بتخليها تقدر تطير وتقابل الناس في احلامهم، وبتكح شيرين بسبب الرعب اللي عندها، وبتحس اختها بالقلق عليها فتطلب منها ان ترتاح لانهم قضوا اليوم كله في التسوق، واكيد هي تعبت من كده، وبتخليها تنام في السرير وترتاح وبتغطيها. وتاني بيخرج يوكي واصدقائه سوا بيروحوا عشان يجمعوا نبات وتوابل المزرعه الجميله، وبيشموا ريحتها وبيلاقوها جميله قوي. بتوصل هاتسوني عشان تساعدهم وبتقول لهم انها ما رضتش تطير لحد هنا عشان توفر قوتها كلها للشغل. وساعتها بيعرفوا ان الطيران هو قوه هاتسوني الخارقه، وبتكون دي اول مره يشوفوا شخص عنده قوه خارقه حقيقيه. فجاه بيسمعوا صوت دوشه جاي من مكان جنبهم، وبيروحوا يلاقوا بنت جريحه ومعاها اصدقائها، وبيكون دول فريق اليزابيث اللي فيه شريون اخت هاتسوني، وكانوا جايين يشتغلوا هم كمان في المزرعه، وبيقولوا ان في فارسه معاها سيف حاربتهم وكانت هتقضي عليهم. وفجاه ظهر اشخاص تانيين هاجموهم، وكان لهم نفس شكلهم بالظبط، وكانهم شايفين صورتهم من معكوسه في المرايه. تسالهم بسرعه هاتسوني عن اختها شريون، وبتقول لها ان شريون ساعدتهم لحد لما هربوا، لكنها بعد كده اختفت. هم مش عارفين يلاقوها في اي مكان. وبيجي شخص من المزرعه بيقول ان واضح ان الاشاعات اللي سمعوها حقيقيه، والاشاعات دي بتقول ان اشخاص كتير ظهر لهم في الغابه ناس بتشبههم وهاجموهم بشكل عنيف. وبيقرر يوكي واصدقائه الثلاثه او فريق بيبي زي ما سموا نفسهم انهم يروحوا يدوروا على شريون، انهم ما بيدخلوش عن اي حد بيكون محتاج مساعدتهم. وبنشوف اصلا مدينه لاندسول هو بيحصل فيه حاجه غريبه، وبيظهر جوه قاعه الاميره تجسد لظل مخيف، وبيدخل الظل جوه القلاده بتاعتها. وبنرجع على الغابه وبنشوف يوكي وباقي المجموعه هم رايحين يدوروا على شريون، ومعهم هاتسوني اللي هتتجنن من القلق على اختها. بتستخدم قدراتها الخارقه في انها تطير فوق الشجره عشان تقدر تشوف الغابه كلها وتعرف مكان اختها شريون. لكن فجاه بيظهر كائن اسود مخيف بيسحب منها قوتها في ثواني وبيخليها تقع على الارض، وما بيكونش عارفه ايه الشيء الغريب اللي هاجمها ده. وفجاه بتظهر اختها شريون وبتكون فرحانه قوي انها شافتها، لكن قبل ما بتتحرك ناحيتها بتلاحظ ان شريون فيها حاجه متغيره، بتلاقي عينيها منوره باللون الاحمر، وده بتتغير لشكل شبح اسود شبه نفس الكائن اللي هاجمها من شويه. وبتضرب شريون من ايدها صاعقه على اختها هاتسوني، بتحرق كل الشجر اللي حواليها وبتضعف قوتها. بيسمع يوكي واصحابه اللي حصل بيجروا بسرعه على هاتسوني عشان يفهموا منها في ايه. بتقول لهم ان شريون هاجمتها واختفت، وانها لازم تلاقيها تاني عشان تعرف ايه اللي هاجمها وغيرها كده. بعدها بنشوف كارو وهي واقفه بتفكر ان الظلال اللي في الغابه لو انطلقت في القريه هتدمرها وهتقضي عليها بشكل نهائي. وبتيجي صاحبتها بيكورين تكلمها، وفجاه بيسمعوا صوت صريخ جاي من القريه، وبيشوف الظالم مخيفه وهما بيهاجموا السكان اللي بيهربوا منهم وبيجروا في كل مكان. وتشوف بيكورين ظل بيهجم على طفل فبتلحقه بسرعه وبتهجم الظل وبتبعده. اما في الغابه في مجموعه الاصدقاء اللي بيدوروا على شريون بيسمعوا صوت الهجوم اللي حصل على القريه، بيقرروا يرجعوا بسرعه عشان يساعدوا. لكن فجاه بتظهر فارسه معاها سيف وبتعترض طريقهم، بتقول لهم انهم مش لازم يوقفوا اللي بيحصل. بتتعرف عليها واحده من مجموعه شريون بتقول لهاتسوني انها نفس الفارسه اللي هاجمتهم قبل كده في الغابه، وتبتدي الفارسه دي تحاربهم وبتكون قوتها رهيبه وبتهجم بالسيف الحاد بتاعها على هاتسوني. لكن بيتدخل يوكي بسرعه وبينقذها، وبتهجم عليهم محاربه بشراسه وسيفها بيخترق جسمه وبيقع على الارض. بفوق يوكي يلاقي نفسه في مكان غريب ومعاها هاتسوني لوحدها، وبيسالها عن باقي المجموعه وبتقول له انهم لسه بيحاربوا وهو مغمى عليه، وهي استدعت وعيه جوه حلم بس عشان تكلمه. وبتقول له انها تعرف كويس المحاربه دي وقابلتها كتير قبل كده، وان اسمها كريستين قوتها رهيبه جدا ومش محتمله، وان زمايله لوحدهم مش هيقدروا عليها. فبقول لها يوكي تفوقه وترجعه بسرعه عليهم، لكن هاتسوني بتقول له ان قوتها العاديه برضه مش هتنفع لوحدها، وانه لازم يستدعي قوه معينه من جواه اسمها قوه فارس الامير كان بيستخدمها قبل ما يفقد الذاكره. وبيحاول يوكي يفتكر القوه دي وبيستدعيها في الوقت ده. بيكون اصدقائه اتهزموا كلهم، واضح ان المعركه خلصت لصالح كريستين. لكن فجاه بيفوق يوكي وبتظهر دايره قوه فارس الاميره حواليه، وبتوصل لاصحابه وبتفوقهم وبتضاعف من قوتهم، فبيقوموا يحاربوا كريستين. لكن رغم كده ما بيقدروش يهزموها، بتنسحب كريستين من المعركه بعد ما بيكون واضح ان خصومها بقى اقوى بكتير. لكن قبل ما بتمشي بتقول لهم ان صديقتهم شيريون في ظل بلعها وسيطر عليها. وبعدين بيروح لبيكورين اللي بيكون لسه بتحارب لوحدها ضد الظلال، وشوف شيريون وهي واقفه في مكان عالي ورا الظلال، وبتزود عددهم باستمرار باستخدام اداه في ايديها. وبتوصل هاتسوني وبتساعد بيكورين تقضي على عدد كبير من الظلال، وبتدخل لوعي اختها شيريون وبتقابلها جوه حلم زي ما عملت مع يوكي، تطلب منها تصمد وما تستسلمش لسيطره الظلال الشديد عليها. بس بيكون واضح على شيريون الانهاك والتعب، وبتقول لهاتسوني انها مش قادره تقاوم، وبتقول لها انها مش عايزه تبقى عبء عليها بسبب مرضها. بس هاتسوني بتفكرها بالكتاب اللي جابته لها، وانها قالت لها هشيلك على ظهري، وانها لسه مستعده لكده لحد دلوقتي. وبتقدر هاتسوني انها تشجع شيريون على مقاومه سيطره الظلال عليها. لكن بتكون قوه هاتسوني بدات تضعف بسبب انها استنزفت اغلبها في المعركه ضد الظلال. لكن شيريون بتقدر تقاوم على رجليها، بتوجه سهمها السحري لوحش الظل وبتقول له اطلع من جوايا الابد. والاصدقاء اللي واقفين قدام هاتسوني وشيريون بيشوفوا وحش الظل المخيف هو خارج من جسم شيريون. وتفوق هاتسوني وبتطلب منهم المساعده بسرعه، وبتعاون على انهم يمسكوه ويضربوه الضربه القاضيه ويقضوا عليه. وبتقع هاتسوني على الارض وبتروح في النوم بعد ما كل القوه بتاعتها تم استهلاكها. بتطلب منهم شيريون ان محدش يتكلم
تتكلم ويسيبوا هاتسوني ترتاح شويه، وبعدها بنشوف الاصدقاء كلهم سعداء بنجحهم في انجاز اول مهمه ليهم سوا، وبيرجعوا تاني لشغل المزرعه وبيزرعوا شلتات الرز في الارض، وبعدها بياخدوا اجرهم كاكل وبيقعدوا سوا ياكلوا، وبتقول لهم كورو ان في طيور بتهاجم الزرع وبتبوظ الرز المزروع كل سنه، وانهم عملوا مكافاه للي هيقدر يساعد في حل المشكله، والمكافاه دي عباره عن رز من المزروع. فبتقول لها كارو انها لازم تدور بعد كده على مسابقات فيها جوائز حقيقيه مش مجرد اكل وبس، وبيطلع لهم يوكي من معاه خيال مآتة هو عامله بنفسه عشان يخوف بيه الطيور اللي بتيجي مع الرز، لكن كارو بتسرح منهم وبتفتكر لقائها مع امير لانديسول والظالم مخيفه محيطه بيها، وبتقول لها الاميره انها ما قالتلهاش ايه موضوع الظال ده وهتبقى تفهمها بعدين. بنعرف ان كارو بتخون اصدقائه وبتتجسس عليهم لصالح الاميره، تطلب منها الاميره انها تركز مراقبتها على يوكي بالذات، وتبص كارو بتلاقيهم بيتصرفوا بطريقه مضحكه وبتسال نفسها يا ترى في فايده من مراقبتهم، هم بيتصرفوا بتفاهه قوي كده. وبس كده ابطال، بكده يكون خلص الانمي بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت قبل ما نمشي كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم احمد رمضان، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.